لو عاوز تعرف إيه هي مشاكل السمنة، تابعني في الفيديو ده. السمنة بتأثر على الجسم كله، عشان كده اصبر معايا، فتح لي عينيك، طقطق لي ودانك، عشان تعرف إيه اللي ممكن يحصل لك لا قدر الله. مشاكل الجهاز العصبي زي السكتة الدماغية أو الجلطة الدماغية، الزهايمر أو الشيخوخة المبكرة. مشاكل القلب زي كسور الشريان التاجي، تضخم البطين الأيسر، ضعف عضلة القلب، فشل وظائف القلب. مشاكل الغدد الصماء وخصوصا البنكرياس زي مرض السكر من النوع الثاني، مقاومة الأنسولين. مشاكل الأوعية الدموية زي ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، تصلب الشرايين، قصور الدورة الدموية، دوال الساقين، والجلطات. مشاكل الجهاز الهضمي زي ارتجاع المريء، التهاب المرارة، حصوات المرارة، ودهون الكبد. مشاكل التنفس زي صعوبة التنفس، النهجان مع أقل مجهود، الشخير وانت نايم، توقف التنفس أثناء النوم، وزيادة حساسية الصدر. مشاكل العظام زي التهاب المفاصل، خشونة المفاصل، الانزلاق الغضروفي، هشاشة العظام، النقرس، الكسور مع الحركات البسيطة. المشاكل التناسلية زي تأخر الدورة عند البلوغ، لخبطة الدورة الشهرية، تأخر الإنجاب، العقم. المشاكل الجنسية، قلة المتعة الجنسية نتيجة صعوبة الجماع، قلة الثقة بالنفس، البرود الجنسي عند السيدات، قلة الرغبة الجنسية عند الرجال نتيجة قلة هرمون الذكورة، ضعف الانتصاب، صغر حجم العضو الذكري لأنه مدفون وسط الدهون، الإصابة ببعض السرطانات زي سرطان الغدة الدرقية، المريء، البنكرياس، الثدي، والرحم. المشاكل الجراحية، السمنة بتزود خطورة أي عملية جراحية. قبل العملية صعوبة تشخيص بعض الحالات زي سرطان الثدي، صعوبة التخدير. أثناء العملية ودي حاجة بتتعلق بالجراح زي قلة الراحة وأنت شغال. بعد العملية بيقل التئام الجروح، ممكن يحصل نزيف، ممكن يحصل عدوى بالجرح، أو ممكن يحصل فتق جراحي أو جلطات لا قدر الله. المشاكل النفسية زي التوتر والقلق والاكتئاب وقلة الثقة بالنفس. المشاكل الجلدية زي زيادة الشعر في البنات، ظهور بقع سوداء على الجلد، تمدد وتشقق الجلد، أو حدوث طفح جلدي في ثنايا الجسم زي منطقة تحت الثديين. لو عاوز تعرف ازاي اعرف ان انا عندي سمنة او زيادة في الوزن، تابعني في الفيديو اللي جاي. استنوني.